السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك أختي الكريمة، قبل ما تبدأي في مشاهدة الفيديو اضغطي لايك تقديرا لجهدي ولتعبي في التصوير. أتمنى لك مشاهدة ممتعة ومفيدة، وأهلا بك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ أهلا بكم في قناة عيشي حياتك. من فضلكم عايزين نرفع الفيديو ده باللايكات علشان غيرك ان شاء الله باذن الله يستفيد بيه. لان يعني مرض القولون ده احيانا فعلا بيكون سبب نكد فعلا في الحياة كلها، وكل اللي جرب القولون ومشاكل القولون، ونسبة كبيرة جدا من الناس بتعاني منه، عارفين القولون ازاي بيأثر على الحياة كلها. تمام. انا هحكي لكم النهاردة معاناتي مع القولون وايه اللي افادني بفضل الله، وبدأت اتغلب شوية على مشاكل القولون بنسبة مثلا 90%. انا مش هقول بنسبة 100%، لكن بنسبة 90%، لان احيانا يعني ممكن نقول نسبة 100% لو انا واظبت على كده دايما، لكن لو نسيت شوية او طنشت الموضوع ده ممكن الاعراض بترجع شوية تاني. اولا بالنسبة هتكلم الاول على الادوية الطبية، اللي هي كل المهضمات وكل حاجات القولون ما كانتش بتنفع معايا قوي، يعني كان ممكن تنفع معايا فترة وبعد كده احس ان انا عايزة اغير نوع الدواء، وكان اسمي بقى باخد دواء ما كنتش بقى مرتاحه فيه، واي دواء ليه اعراض جانبيه. تمام. فما كنتش ببقى برضو مرتاحه، يعني هو عامل لي حاجه وعالج لي حاجه وعمل لي حاجه تانية، فما كنتش برتاح فيه. تمام. قبل ما اتكلم عن العلاج وايه الحاجه اللي انا الحمد لله المشروبات اللي نفعتني، طبعا ده بناء على طلبكم، لان انا لما نزلت الروتين الاخير كنت عادي عامله فقره ان انا بالليل وانا رايحه انام بشرب كذا وما اعرفش ايه، فكذا واحده سالتني وطلبوا مني ان انا اعمل فيديو واتكلم فيه عن القولون ومعاناته وازاي الحمد لله بتغلب عليه. معاناتي مع القولون ما كانتش جسديه فقط، ولكن كانت على فكره للاسف نفسيه، بمعنى انه كان بيعمل لي اعراض ضربات قلب سريعه، ممكن اصحى من النوم بالليل ضربات قلبي سريعه جدا جدا، واحس ان انا بموت اساسا بسبب ان انا مش فاهمه مالي. ده كله كان بيكون بسبب عسر الهضم، وسبب القولون كان بينتفخ ويضغط على القلب، فكان يعمل لي الحاجات دي، فكنت بتعب جدا، الم فظيع، اي زعل بسيط جدا، اي عصبيه بسيطه كانت تقلبني القولون بدرجه غير عاديه، نكد، ولا اعرف اكل ولا اعرف اشرب ولا مرتاحه ومتعصبه ومش عارفه امارس حياتي ابدا. بيعمل لك توتر كده، وبيعمل عرق زايد، وبيعمل سخونه في الجسم، وكان بيعمل لي كمان هبوط، على فكره بيأثر وبيعمل هبوط جامد، بيعمل وخم، بيعمل كسل، لان طبعا القولون عباره عن هو يعني تراكم بكتيريا ضاره في البطن، ما بتصرفش وبتبقى متراكمه وبتعمل تخمر، والتخمر ده هو اللي ممكن يعمل لك حاجه زي هلع او زي نوبات كده مش مظبوطه، يعني خاصه للناس اللي هم بيخافوا اصلا. يعني انت لو شخصيتك اصلا بتخاف من اي حاجه، فلما يحصل لك اي عرض من اعراض القولون تحس ان انت انزعجتي كده ومش فاهمه مالك اساسا. تمام. وكان اكتر مشكله بعاني فيها من القولون، اكتر حاجه اللي هو ضيق التنفس، يعني هو اكتر حاجه بيأثر فيها القولون ضيق التنفس وكرشه النفس، ده كنت بعاني منها. ايه بقى اللي نفعني عشان ندخل يا بنات في العلاج على طول؟ اللي نفعني المشروبات السخنه، يعني ما شاء الله، يعني اغنتني عن اي علاج، فعلا حلوه جدا بس لما واظب عليها. بس تعالوا نتكلم، هي كانت سلاح ذو حدين. جربت كذا مشروب، هقول لكم على المشروبات اللي بتنفع جدا 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 عن تجربه، بس في حاجات بتنفع بس عملت حاجه عندي تانية فما ينفعش استمر فيها. زي مثلا انا اساسا حد ضغط واطي، انا اصلا ضغطي واطي خالص، فلما بشرب اي حاجه زي اليانسون مثلا مفيد جدا في القولون جدا، بس بيوطي ضغطي لو استمريت عليه. اصل القولون ده مش معناه انك هتشربي كل اسبوع، ده انت ممكن تشربي مرتين في اليوم او مره كل يوم. فلو انت اصلا حد ضغط واطي، فلو حاجه بتوطي الضغط بتاثر معاكي قوي، واخده بالك؟ فده ما قدرتش اكمل فيه قوي كتير. تمام. الشمر حلو قوي، جربي الشمر، ممتاز، كلمه ممتاز شويه عليه للقولون، ده جربته ونفع معايا حلو جدا. الكراويه، مش عارفه في الدول العربيه بتسموها ايه، بس احنا عندنا هنا بنسميها الكراويه، جميله. انت لو حطيتي اليانسون على الشمر على الكراويه وعملتيهم ان انت تغلي ميه، وبعدين لما تغليها تعمليه كشري، يعني تاخدي معلقه من المخلوط ده على بعضه وتحطيها في الميه المغليه وتغطيه، تمام، وتسيبيه متغطي 5 دقايق، وبعد كده تصفيه وتشربيه. اصلا الطعم جميل جدا،
والله العظيم يا بنات راحة نفسية قبل الراحة الجسدية، اصلا بيهدي الاعصاب. اصل معظم الناس اللي عندهم قولون يا بنات بتكون اعصابهم تعبانة، يعني معظم الناس اللي بيجي لهم القولون مش يعني هو القولون عصبي وفي قولون هضمي، تمام؟ انا عندي الاثنين عصبي وهضمي، يعني انت على طول متوترة فالقولون بيهيج عليكي فبيحصل اضطرابات هضمية فبيحصل عسر هضم. ما هو عسر الهضم ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ان القولون بتاعك مش مظبوط، حركة الامعاء مش مظبوطة عندك، فبيحصل عندك عسر اصلا في الايه، في الهضم، وجهاز الهضم كله بيكون مضطرب اساسا يعني، تمام؟ فانا عندي اللي هو الشمر واليانسون والكراويه دول تعمليهم على بعض، هايل هايل هايل. لكن انا كاستخدام ليا بينفعني لو انا مش هستمر عليه فترات طويله لان ضغطي منخفض، ولكن هو ممتاز عن تجربه. نيجي على الزنجبيل. الزنجبيل حلو جدا جدا لابعد الحدود، بيريحني، بحس ان انا بطني ده كان عباره عن حاجه كده بالونه وتعبانه ومش قادره اتنفس وبنهج، لما باخد الزنجبيل بيريحني جدا جدا. بس لو انت عندك مشاكل في المعده او عندك حرقان وحموضه ومعدتك ضعيفه، المعده في فرق بين المعده وبين القولون، وما بتستحمليش حرقه الزنجبيل في بطنك مش في بقك، اصل هو حرارته مش مشكله، تشربيه شويه وهيعدي، لكن لو بينزل يحرق في بطنك فانت عندك مثلا مشاكل في المعده فمش تشربيه. ولكن الزنجبيل مفيد جدا جدا لابعد الحدود برضو. انا المشروبات اللي هتكلم عنها دي عن تجربه. نيجي بقى يا بنات على الشاي الاخضر. الشاي الاخضر افادني بنسبه كبيره خالص، ولكن لما تشربيه لفترات طويله ممكن يقلب معاكي اسهال، وده اللي حصل معايا. اولا طبعا كنت اتكلمت على فوائده قبل كده، ان هو بيحسن المزاج، وان هو كمان بيعالج في هدوء، يعني هدوء الحاله النفسيه، وبيخسس بينحت البطن نحت كده، وفعلا اسمه شاي الرشاقه بالنسبه لي اللي هو الشاي الاخضر، وبيحسن القولون بنسبه كبيره جدا، خاصه القولون العصبي لانه بيهديكي، فبالتالي القولون بتاعك بيهدى. ده الشاي الاخضر ما شاء الله يا بنات، جربوه ممتاز. نيجي بقى على المشروب اللي انا كنت طالعه بيه في الروتين وكنت بشربه اللي هو قدامكم، اللي هو مشروب الحلبه. مشروب الحلبه يعني ده اللي انا في الفتره الاخيره الحمد لله بستريح ليه خلاص. هو اولا اكتر عرض بيجيلي من اعراض القولون اللي هو بيعمل لي عسر هضمي جامد، يعني بحس الاكل اصلا عندي باكل مش قادره اكل بسبب حتى بطني على طول الاكل موجود فيها ما بتهضمش. لما باخد مهضمات اي حاجه مهضمه، فوار او اي حاجه من الادويه، بحس مفعولها مؤقت وما بستريحش فيها قوي. فلما جربت الحلبه بسم الله ما شاء الله بنام نوم هادي، نفسي ما بتقطعش بالليل، ودي كانت اكتر حاجه بعاني فيها من القولون، ان انا اول ما بروح في النوم نفسي بيتقطع خالص وبقوم مفزوعه، تمام؟ زي ارتجاع مريء او حاجه كده. كتير اروح لدكتور يقول لي لما تاكليش قبل النوم مش عارفه بساعتين وثلاثه واربعه، اقول له يا دكتور انا اصلا مفعول الاكل عندي عسر هضم، ففين لما الاكل يبدا يتهضم عندي بعد 4-5 ساعات من الاكل تبدا الاعراض عندي. يعني انا علشان مثلا لو هنام الساعه 10، فانا علشان اكل ابقى اخري اكل العصر عشان يبقى كده بطني خلاص لحق يهضم، لان انا عندي عسر هضم، تمام؟ فيقول لي ابقى اخري الساعه 8 في الاكل. 8 ايه ده؟ 8 ده لما يبدا الاكل يشتغل في بطني والعرض تبدا على الساعه 1 بالليل. فكنت بعاني من ارق جامد. تخيلوا بكون يعني منعوسه جدا، والنوم يا بنات جاي عليا وكده ومش عارفه انام بسبب كرشه النفس. والله كنت بحط مخدات ورايا علشان اقعد، يعني عارفين الحامل كده بتبقى في الاخر مش عارفه تنام، انا ببقى كده حاطه مخدات ورايا ومنعوسه جدا وقاعده توب عينيا الدمع ومش عارفه اروح في النوم بسبب ضيق النفس وبسبب اللي هو نفسي بيتقطع. فده كله كان بسبب القولون وبسبب عسر الهضم الناشئ عن القولون. فالحاجات دي كلها هنحاول ان احنا نعملها بايه، ان احنا نبعد اولا عن الحاجات اللي بتهيج القولون. حاولي قدر الامكان، يعني انا مثلا يوم اكل بسله يبقى ما شاء الله النهار جميل خالص كله كده ببقى تعبانه جدا وبتعمل لي عسر هضم وبتتعبني خالص. الفول حدث ولا حرج، اللوبيا، كل البقوليات عامه لما باكلها يعني بشرب المشروبات الحمد لله بتنفع معايا
معايا، بس بكون تعبانه فعلا. فانا بحاول ان انا من الاخر يعني ابعد عن الشر واغني له. فانا يا بنات بفضل الله زي ما قلت وعدتكم ان انا هنزل لكم فيديو عن معاناتي مع القولون. انا شرحت لكم اهوت ازاي انا كنت بعاني، ولو انا بعدت عن المشروبات دي وما بشربش منها فعلا بفضل اعاني. هاجي اقول لكم دلوقتي على حاجه مهمه. في حد كان بيقول انا فضلت فتره جامده اعاني من القولون، والحمد لله ربنا شفاني منه بقطعه من الفضه. جاب قطعة من الفضة، حد قال له هات يعني مثلا عملة معدنية من الفضة الخالصة أو أي حاجة من الفضة، وحطها في إناء واشرب من الإناء ده على طول. كل ما الإناء ده بيخلص أو كل ما الكوباية دي بتخلص إحنا بنفضل نملاها مية تاني. تمام. ويطاف عليهم بآنية من فضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. دي آية في القرآن. فهنا استشهدوا بالآية دي يا بنات، قالوا ليه ربنا قال مش ويطاف عليهم بآنية من ذهب؟ يعني الذهب أغلى من الفضة، ليه ربنا مش اختار لنا في الجنة إن إحنا يكون اللي إحنا الآنية اللي فيها مية تبقى ذهب، والذهب أغلى؟ قالوا لأن أصلا اكتشفت الأبحاث العلمية إن الفضة بتخلص الجسم من الجراثيم ومن البكتيريا. سبحان الله له في ذلك حكمة. فبقولك الشخص ده فضل مواظب على كده، بيقول وانتهت عنده مشاكل القولون بنسبة 100%. انا جربت الموضوع ده؟ لا ما جربتوش للاسف، بس انا سمعته عنه. انت لو عندك حاجه فضه خالصه حطيها في اناء واشربي من الاناء ده، خلاص. بيقولك دوت بيعالج بنسبه كبيره جدا مرض القولون، لان القولون اعراضه كلها ناتجه عن تراكم البكتيريا الضاره في الامعاء، فبيحصل تخمر، فبيحصل لك كل الاعراض من اضطرابات نفسيه، من هيجان في المعده، من ضربات قلب سريعه، من كرشه نفس، من هبوط. على فكره القولون برضو بيعمل هبوط وحاجات من دي يا بنات، خلاص. اي استفسار تاني، اي حاجه عايزين تعرفوها عن الموضوع دوت، يا رب اكون كفيت ووفيت واتكلمت عن كل حاجه يا بنات، وتكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. فالنهايه كده هقول لكم الحاجات المفيده: الشاي الاخضر، اليانسون، الشمر، الكراويه، الزنجبيل، الحلبه. لو انت ضغطك واطي ما تكتريش من اليانسون على الشمر على الكراويه، لانهم بيوطوا الضغط اكتر لو ضغطك واطي قوي. يعني لو ضغطك عادي ان شاء الله هينفعوا معاكي، لكن لو انت اصلا ضغطك بيوصل 90 50 زي منخفض قوي فهيكون صعب معاكي شويه، خلاص. اتمنى يا بنات ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بالله عليكم ارفعوا الفيديو واعملوا له لايك علشان كله يستفاد، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو علشان يوصل لاي واحده غيرنا بتعاني من القولون وتستفاد منه ان شاء الله باذن الله. ولو اول مره تشوفونا في القناه يا ريت تضغطوا اشتراك معانا وتكونوا ضمن عيلتي في قناه عيشي حياتك. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.